الناس اللي عندكم لو كونت سياج ردوا بالكم مزيان يفو ديبلوكي يفو ديزاكتيفي فوتر كارت من لابليكاسيون اشاك فوا ديروا دي زاشا ولا بايمون باغ كارت ولا دي زاشا في الانترناسيونال. جو vous explique pourquoi. مؤخرا طرا لي ان غران بروبليم سكو انا جي با في دي زاشا في الانترناسيونال، جي با بايي باغ كارت، ما درت حتى شي حاجه وتمشاو لي فلوس من لو كونت ديالي على اساس انهم دي زاشا داروا في الانترناسيونال. كما شفتوا في البداية الفيديو الناس كتفيق على واحد الصدمه بمجرد ما كتدخل للتطبيق او كيوصلها اشعار باللي الفلوس اللي في الحساب ديالهم سرقات، اما عن طريق التحويلات او عن طريق دي زاشا باغ انترنت، او لابون كتواصل معاهم وكتستفسرهم على بعض التحويلات اللي طرات مؤخرا في الحساب ديالهم وهما ما في خبارهم والو. هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم. مرحبا بكم في قناتكم مستر النصري، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. فالفيديو ديال اليوم غادي يكون على سرقه الاموال اللي طارت الناس في البنك السياج. الا ما في خبارك والو وعندك كونت في السياج كمل معايا الفيديو حتى الاخر باش تفهم اشنو طاري واشنو خاصك دير الا قدر الله وكنتي من هاد الضحايا. اما في حاله الا ما طرايك والو اشنو خاصك دير باش تحمي راسك وما يوقعش ليك نفس اللي وقع لهاد الضحايا هادو، خصوصا الناس اللي كيشريو من الانترنت في الانترناسيونال بالدوطاسيون. اول حاجه خاصنا نتعرفوا على الطريقه اللي كيديروا باش منها غادي نقدروا نعرفوا كيفاش نحميو راسنا. والحاجه اللي معروفه لحد الان واللي غادي تكونوا شفتوا شي واحد هضر عليها في شي فيديو واللي غالبا الناس اللي تنصب عليهم او تسرقات ليهم فلوسهم مشات بهاد الطريقه. المجرم باش يشفر ليك فلوسك خاصو يعرف عليك ثلاثه المعلومات اللي ضروريه: نمره الهاتف اللي انت رابطها مع الحساب البنكي ديالك، وصوره من لاكارت ناسيونال، زائد رقم الحساب البنكي. من بعد اول حاجه كيدير كيصيفط لك روشارج تعبئه في النمره عندك. انت كتفرح كتقول الزهر هذا ضحك ليا اليوم، وهذا شي واحد غلط وصيفط لي هذا الروشارج هذه. ثاني حاجه كيعيط عليك 3 المرات سواء بنمره وحده او ب3 نمرات مختلفين. دابا انت غادي تقول لي علاش هذا الشيء، انا غادي نقول لك من بعد، حيت هذا الشيء غادي يحتاجه هو من بعد باش يدي لك النمره. كيتواصل مع الاتصالات ولا كيمشي لاجونس كيقول لهم مشى لي الهاتف او ديك النمره، او تشفر لي التليفون بلوكيو ديك النمره. صافي كتبلوكا ليك انت النمره وهو كيطلب ديك النمره في كارطه جديده. كيطلبوا منه لاكارت ناسيونال كيقول لهم ما هزاش معايا ولكن راني مصورها في التليفون، ولا كيتصل بهم وكيقول لهم تشفرات لي النمره. كيسولوه على المعلومات اللي هو ديجا عنده في لاكارت ناسيونال ديالك. باش يعطيوه ديك النمره كيطرحوا عليه واحد جوج اسئله اللي هما اخر روشارج دار واشنو اخر 3 المكالمات جاوك. هنا فين كيحتاج ديك الروشارج ولي زابيل اللي فايت عيط لك بهم. صافي من بعد ما كياخذ النمره وكيخدمها في التليفون كيدخل لابليكاسيون وكيتصل بلاجونس كيقول لهم راه مشى ليا المود باس. كيسولوه على المعلومات اللي هو ديجا عنده في لاكارت ناسيونال، كيقول لهم السميه الكنيه والتاريخ الازدياد. المهم مجموعه من المعلومات اللي غادي يخصوه هو راه عنده في لاكارت ناسيونال. كيف قلنا كيبدلوا ليه المود باس وكيعطيوه ليه وكيدخل لابليكاسيون ولا كيدخل ديريكت لابليكاسيون وكيدير مود باس اوبلي. كيطلبوا منه رقم الحساب كيكون هو خداه عن طريق مجموعه من الطرق، خصوصا الناس اللي كيبيعوا ويشريوا في الانترنت ساهل تجيب الرقم الحساب ديالهم. علاش قلت لكم رقم الحساب؟ حيت هو نفسه دوك 7 الارقام الاولين هما باش كتدخل بهم لابليكاسيون. كيدير دوك 7 الارقام الاولين وكيدير النمره اللي اختاها لك من لاجونس وكيبدل المود باس وكيدخل الحساب ديالك وكيبدا يدير تحويلات ولا كيشري من الانترنت. اهم حاجه انهم كيديروا هاد الطريقه ديال الجمعه حيت غدا السبت كلشي ساهل وما تقدر دير والو. المهم هذه هي الطريقه اللي لحد الان معروفه، ولكن شفت دي فيديو الناس اللي مشاو لهم فلوسهم وهما مازال داخلين لابليكاسيون والنمره مازال خدامه، يعني ما تبدل لا مود باس لا والو. كاين اللي كيدخل لابليكاسيون وكيديزاكتيفي الدوطاسيون على اساس انه يحمي راسو، لكن من بعد واحد المده كتعاود تاكتيفا الدوطاسيون وكيداروا دي ترانزاكسيون جداد على حساب الاقوال ديالهم. اجي دابا نهضروا شويه لوجيك ونحيدوا العاطفه وما نجيو من حتى طرف. نبداو بالسياج بما لها وما عليها. السياج دايره سيستم ديال الابناك اللي في برا، يعني المعاملات ولات مبنيه على السرعه وكتدخل بالزربه تقضي الغرض. ها انت شريتي اش بغيتي كيف كيقولوا بضغطه زر. البلان الثاني هو الناس اللي اقل من 30 عام يقدروا يصاوبوا الكونت فابور بزيرو درهم. ومن بين السلبيات ديالها خاصها دير شي تامين بحال هاد الحالات اللي تكون فيهم السرقه باش الزبائن ما يضيعوش ويتعوضوا في رزقهم. ولكن هي ما كتحملش اللومه كلها، حيت من الايجابيات اللي قلنا انها ولات السرعه الديجيتال الشراء عبر الانترنت. وباش توفر لك هذا الشيء راه كاين مخاطر، وهنا فين كيبانوا دوك المشاكل ديال السرقه. ولكن كيف كيقولوا شر لا بد منه،
باش تحقق لك دوك المزايا ضروري ما كيجيو معاها مجموعه من السلبيات، وضروري ما كيكون الريسك. السلبيه الثانيه هما لي زاجونس ديما عامرين، والسلبيه الثالثه السيستم ديما طايح، والسلبيه الرابعه اللي خاصها تراجع نفسها فيه هو الرقم الحساب ما خاصوش يكون هو نفسه اللي تدخل به لابليكاسيون، حيت هو اللي كيسهل المأموريه باش تكون هاد السرقات. ندوزو دابا للكليون اللي حتى هو كيتحمل المسؤوليه. خاصك تعرف قانونيا ممنوع عليك تبارطاجي لاكارت ناسيونال ديالك مع اي شخص، وهنا انت اللي كتحمل المسؤوليه في حاله وقعت لك شي حاجه ولا وقعت لك هاد السرقه اللي كيوقعوا دابا. في حالات الا كان ضروري خاصك تبارطاجي لاكارت ديالك، خاصها توفر فيها مجموعه من الشروط. اول حاجه تكون بالبيض والكحل وتدرك فيها بزاف ديال المعلومات، من بينها CEN والتاريخ ديال الازدياد ديالك، وواحد الكود بار تيكون في الجنب حدا الصوره. ندوزو دابا لاجونس ديال الاتصالات اللي حتى هي كتحمل المسؤوليه، حيت راه ما يمكنش اي واحد جا عندك وعطاك لاكارت نوض تبلوكي لاكارت القديمه وتسلمو لاكارت جديده على اساس انه هو صاحب هاد لاكارت. خاصك ضروري ما تاكد وتشوف هاد الشخص واش عنده سوء نيه وتاكد باللي هو صاحب هاد لاكارت. وديك الطريقه ديال اخر 3 ديال لي زابيل جاوك والروشاج قديمه راه ما بقاتش خدامه. وخاص صراحه سمعت ان هاد القضيه راه كاينه، ولكن انا اللي طرا معايا مشيت بغيت نبدل لاكارت ديال واحد بنت عمتي كانت خدات تليفون جديد وكانت عندها ديك لاكارت القديمه، بغات صغيره حيت هي اللي خدامه ليها في داك التليفون الجديد. وخديت معايا لاكارت والتليفون وشرحت ليه باللي راه خدامه وعندها ظروف وما تقدرش تجي، وفتحت التليفون قدامه ولكن والو. قال لي ما يمكنش، قانونيا ما عنديش الحق نبدل لاكارت حتى تجي مولات هاد النمره هادي. ندوزو دابا من الناحيه القضائيه اللي حتى هو عنده دور في هادشي، حيت كون كانت متابعه قانونيه ما غاديش يستمر هادشي، حيت كيبان ليا هاد العصابه الاجراميه كنظن نفسها كيضربوا ضربتهم وكينعسوا حتى كتنسى القضيه وكيعاودوا يبانوا مره اخرى ويضربوا ضربتهم. دابا على حسب ما كنعرف وداكشي اللي قرينا ان النيابه العامه كتحرك الدعوه العموميه من تلقاء نفسها، ولا ملي كتوصل بشكايه ولا ملي كتوصل بمعلومه. يعني كاينين حالات استثنائيه اللي كتوقف فيهم الدعوه العموميه على الشكايه، ومن بينها الخيانه الزوجيه. ولكن في هذه الحاله هذه يمكن النيابه العامه انها تحرك الدعوه العموميه وتقوم بالمتابعه او البحث على هاد الاشخاص هادو اللي تيقوموا بهاد السرقات هذه، حيت في برا هاد السرقات هادو راه عندهم عقوبات كبيره ويقدوا يؤديو بنادم انه يدوز عمره كامل في السجن. وفي حاله كاع ما كانتش هاد القضيه هذه راه الضحايا راه ضروري ما غادي يكونوا داروا شكايه. يعني خاص ضروري تكون متابعه قضائيه، زائد خاص حتى الابناك ولا هاد البنكه هذه بالضبط تقوم بالواجب ديالها من هاد الناحيه، حتى ولو ما كانش الخطا ديالها وما عندهاش علاقه بهذا الشيء، فضروري تكون عندها شي حركه من جهتها باش تحمي الزبائن ديالها وتبين باللي ان الزبائن عندها مهمه. وديك الساعه النيابه العامه غادي يكون عندها ضغط من الضحايا وكذلك من الابناء باش يتم القبض على هاد المجرمين، حيت الناس راه كتضيع في رزقها. وكل مره كيف قلنا كيبانوا ضحايا جداد اللي الواحد كيضرب تماره وكيعرق باش يجيب داك الرزق، وفي الاخير كيجي واحد كيديها بارده. ندوزو دابا النصائح اللي نتمنى تكون عندهم شي فائده وتفيدكم باش تحميو راسكم. من داكشي اللي قلنا قبل استخلصنا مجموعه من الاشياء. اول حاجه ما تبارطاجيش لاكارت ناسيونال ديالك مع اي شخص، وفي حاله بغيتي تعطي لاكارت ناسيونال ديالك صيفطها بالطريقه اللي قلت لك، تكون بيض وكحل وتدرك CEN والتاريخ الازدياد وداك الكود اللي تيكون في الجنب حدا التصويره. وبلا هادشي هذا راه حيت انت ملي كتعطي لاكارت ناسيونال ديالك راك كتخالف القانون، حيت راه ممنوع لك تبارطاجي لاكارت ديالك مع اي شخص كيف ما كان، ويقدر يوقعوا لك بلانات اخرين من غير هادشي. المهم حديو راسكم وما تبارطاجيوش لاكارت ديالكم، حيت عندي قصه مع الصديق اللي وقع ليه واحد البلان ودمر ليه حياته هي بلاكارت ناسيونال. والحاجه الثانيه اللي هي مهمه وهي النمره اللي دايرها مع الحساب البنكي ما تعطيها لحتى شي واحد. وفي حاله كنتي النمره اللي خدام بها وعاطيها الناس هي نفسها اللي رابطها مع الحساب البنكي ديالك، النصيحه بدلها ولا سير لاجونس وخرج نمره جديده تكون عمر شي واحد خدم بها من قبل، واخا هذه صعيبه شويه وكتقام غاليه. وهذا الشيء باش تحمي راسك. الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لينا لايك واشتراك باش توصل بكل جديد، وخلي لنا التعليق فيه الراي ديالك على الهضره اللي في هذا الفيديو، واش غلطنا في شي حاجه.